أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع. واتكلمنا امبارح عن ان احنا بندن في مالطا. فعلا احنا بندن في مالطا، لان من قبل ما تبدأ الأزمة وكل التجار صحبات مصانع وتجار وكل الناس خبت الحاجة وغلتها قبل ما يشتروا من بره، وابتدوا يغلوا على الناس ويغلوا على البشر. طبعا احنا بنرمي حملنا على الحكومه، الحكومه هي اللي المفروض بتنظم اداء الدوله. طيب تعالوا لحد وقتنا هذا ممثل على المعلم. لما يبقى لسه في مصنع بيطلع السجاير ب 240 جنيه، عروسه السجاير الكليوباترا بيطلعها ب 240 جنيه، وبيدي للناس البسيطة حاجات كده رمزية، قروستين 3 قرايص، يعني حاجات رمزية. بينما بيدي للتجار الكبيرة بيدي حصصها الكبيرة. التاجر بيبيع القروصة بكام؟ ب 560 جنيه، عشان 560 جنيه 575 جنيه عشان التاجر يكسب 25 جنيه. اللي اسمه مشمش اللي بباب البحر واخوه وابن عمه وقريبه، ايه ده؟ طب فين هنا؟ يعني احنا لما بنعتب على الدولة بنقول فين الدولة؟ لما في مصنع بيطلع ب 240 وتاجر بيبيعها ب 570 و 575 جنيه ولا 80 جنيه، فيه ايه يا جدعان؟ هنا لازم نعاتب على الحكومة. نعاتب على مين؟ يعني الشعب اللي هيروح يمسك فيه؟ مش ممكن يعني. هنا الحكومة فين ادائها؟ فين دورها؟ فين دورها يا جماعة؟ يعني احنا بنلحم الفيديو عشان اسمعونا، ولا انتوا ما بتسمعوناش؟ انا عارف ان انتوا بتسمعونا كويس جدا جدا جدا، وكل الكلام اللي بنقوله عندكم، فما تطنشوش لو سمحتوا، اشتغلوا لو سمحتوا، ما تظلموش الراجل الكبير معاكم لو سمحتوا. نهاركم ابيض، نهاركم جميل.